مساء الورد والفل والهنا على مصر ام الدنيا وعلى دولة الإمارات العزيزة، وتحية من قلبنا لأجمل دولة السعادة، دولة الإمارات. أول حاجة عندنا إن إحنا نحط الخلطة. أنا هعمل ممبار، ما أنا عارفة، فأنت عندك الممبار قدامك أهو. برضو بتغسلي وتنشفي زي ما تكوني بتعملي لحمة. انا دول قلبتهم عشان استعجل معاكي الوقت، ولكن برضو اوريكي انا كده غسلت ونضفت. ده كده الوش الناعم اللي احنا نضفناه، نقعناه في ملح خشن وقعدنا ندعك، وحطينا دقيق اللي هو الطحين، وحطينا ليمون، نقطتين من الخل، ربع معلقة من السكر، ربع معلقة من الطحينة. كل اللي عندك حطيه علشان تروح الزفرة وتروح اي حاجة. وبعد ما تغسلي وتنضفي كويس وتنشفي، تبتدي تمسكي وتقلبي. ما لا تقلبي تحت مية ولا تحت حاجة، انتي اول ما هتقلبي كده وتيجي تحشي هتبصي تلاقي الممبراية نزلت على طول زي ما انت شايفة. الموضوع ابسط مما يكون. وبعد ما نقلبها بتخلي الناحية اللي فيها السمنة والسمونية والدهنة من بره، كل ده بينزل في المية اللي احنا هنسلق فيها الممبار. ما تحطهوش تحت المية تاني. لو عايزة تحطيه تحت المية حطيه، انا حطيت دول بس عشان اوريكي فجيت قلبته معاكي. ولما بتيجي تحشي هي لوحدها بتنزل مع بعضها. نحضر الخلطة بتاعتنا. احلى حاجة انك انتي تعمليها في الممبار انك بعد ما تغسلي لازم تحطي حاجتك على الفوطة. فوطة المطبخ اساس لمطبخك. هنيجي عشان نعمل الخلطة اللي انا بوريها لبنتي. اسمعي كلام ماما يا بنتي، هي الخلطة لكل انواع المحشي في كل الاشياء، ولكن زيادة عليها الممبار بياخد حاجتين 3 زيادة. حلو. عندي بصل اهو، حطيت البصل. عندي فصين من الثوم اهو. هنا عندي شبت اهو. هنا عندي بقدونس اهو. اهو يلا ادعكيهم مع بعض، موضوع بسيط. ادي الخلطة. عندي هنا طماطم مقشراها ومخرطاها، وانا بسلقها بشيل القشره وبقطعها صغير لاي محشي اهي. كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك. ادي الخلطه بتاعتي، ندعكهم مع بعض. يلا ادي البصل وادي الثوم وادي الخضره وادي الطماطم. ماما هو انت بتعملي المحشي ني في ني؟ ايوه، هما بيسبكوه، احنا ملناش دعوه، احنا بنعمله ني في ني. تاكلي منه احلى واخف من المتسبك. وادي الخلطة بتاعتي اهي. عايزاها تبقى حمرة لازم احط عليها معلقتين صلصة. يا ماما حطي، يا ماما حطي. ادي الصلصة، قلبي اهو كده. خلاص؟ لا لسه فاضل ايه كده. اي نوع محشي خلاص هيبقى فاضل البهارات والملح. اي نوع محشي كده خلصت خلاص. فاضل عندي ايه؟ الحاجات الخاصة بالممبار عشان يبقى هو وجبة. طيب هناخد حتة من اللية مفرومة، اللية بتاعت الضاني مفرومة. احنا في العيد بقى، كل سنة وانتم طيبين، عيد بقى وانا بعمل لك الممبار عشان العيد. وعندي حتة لحمة مفرومة حلوة كده، ناخد منها شوية ونقلب خلطتنا عشان هي كده هتكون وجبة، مش هنعمل جنبها حاجة. انت عايزة تعملي جنبها حاجة اعملي. انا كده خليت الممبار هي وجبة اساسية. محتاجة ان انا ادخل حتة كبدة، ودي اللي اتعلمتها من اهل ليبيا. اهل ليبيا يعملوا الممبار ويحطوا فيه الطحال ويحطوا القلب ويحطوا الكبدة ويحطوا الفشة ويخلطوها في الخلطة دي، فبتبقى حلوة جدا وما بتحسيش بالكبدة، ولكن بتزود القيمة الغذائية. اللي عايز يحط الكبدة يحطها، اللي مش عايز يكتفي بكده يكتفي. انا هحط النهاردة حتة كبدة بس مش متقطعة اسكندراني، لا متقطعة اقل بكتير قوي من الاسكندراني، يعني لدرجة انها ما تبقاش باينة، يعني هي ما تبقاش باينة خالص. احطهم. والكبدة ما بتتحطش على الكوسة،
ممكن تبدليها بلحمة قطع، ما بتتحطش على البدنجان، ما بتتحطش على الكرنب ولا الورق العنب. ونقلب كل الخلطة مع بعض كده. انا فاضل لي البهارات. اول حاجة عندي الكمون اهو، وشوية من الكزبرة الناشفة اهي، وكمان هحط لها عشان تحمر شوية من البابريكا اهي، وعندي كمان البهارات السبعة اهو، وهحط لها كمان شوية من القرفة الناعمة، واجي احدقها بالملح، وادي الملح بتاعي. تمام التمام. فاضل الزيت هحطه، ادي الزيت بتاع المحشي او الممبار، واقلب كده. الخلطة بتاعتي خلصت. طيب عندي هنا الرز بتاعي، عندي هنا الرز بتاعي. ماما انت حاطه رزين. ايوه، هعلمك حاجه حلوه. لما تيجي تعملي الرز المصري بس يتكتم معاكي، لكن لما تحطي عليه شويه من الرز البسمتي يدي نفس ويريح معاكي كل انواع المحشي. وحتى لو بتطبخي رز عادي دايما حطي معلقتين رز بسمتي في الاكل، يخلي الرز بتاعك لا يمكن يعجن ويديله نفس، ما يبقاش رز مصري مكتوم. هنيجي ناخد الرز المصري اهو، رز مصري مغسول زي الفل، ونيجي نحط عليهم دول بالظبط نص كوبايه مش مليانه من الرز البسمتي، لكن هو بينفش. ونيجي بقى نقلب كويس جدا الخلطه بتاعتي. هنعمل ايه في الحشوه؟ ونيجي ناخد واحده مش مقلوبه اهي، انا هقلبها قدامك كده اهو علشان تشوفي معايا، وهعمل لك كذا واحده ما تخافيش انا معاكي. وتنزليها كده بايديكي، ولما هتيجي تحشيها كده تحطي ايدك كده الاتنين بالصباعين دول زي ما انت شايفه، هي هتنزل الحته الاخيره هتنزل معاكي. بصي الحته الاخيره بتطلع اهو زي ما انت شايفه. وهعمل لك واحده تانية اهي، هناخدها علشان نقلبها معاكي اهو. بصي سهله قد ايه، ومغسوله وناشفه، ولا نقطه ميه تنزل منك في الرز بتاعك. لو نزلت منك الميه في الرز بتاعك وايديكي بقت كلها ميه والممبار كله ميه وكده يزفر الرز وحاجتك ما تبقاش حلوه. هنحط ايدينا كده وهي بتنزل نفسها مع نفسها. لو عايزه انك انتي تنزليه على الميه وبعد كده تنشفيه ده براحتك بقى انتي، لكن انا كنت عايزه اوريكي بتعمليه ازاي زي ما انتي شايفه. وبنحشي الحله بتاعتي اللي هنعمل فيها الممبار. انا حاطه هنا حبهان، مستكه، فلفل اسود، بصلايه، طماطم. موضوع حلو جدا جدا. هاجي احط الملح واحط لها شويه من الكمون برضو في الميه، واحط شويه من البهارات. وهنا الميه وهي بتغلي الميه بتغلي هسقط الممبار عادي عادي. ريحه الحبهان والمستكه والبهارات والفلفل الاسود الريحه غير عاديه، والطماطمايه حلوه جدا جدا جدا. هي كده تعتبر الميه بتغلي. واجي اخد الممبار واسيبه يقفش معايا الاول على الخشنه، لان الدهنه في ناس بتحط الدهنه جوه، اوعي تعملي كده مش حلو خالص. انا كده خلصت الكميه اللي انا هتعشى بيها معاكم النهارده. زي ما انت شايفه ان على طول الميه طالما بتغلي انها على طول بتقفش زي ما انت شايفه كده، بتقفش في بعضها، فما تخافيش عليها وبس.
تفتحي حلة الضغط من غير ما الهواء كله يخلص منها. سلقة لحمة، سلقة كوارع، سلقة بسلقاه في حلل أكبر. أنا جايبة كل المقاسات، ما بعرفش أشتغل غير بحلة الضغط. بالنسبة للطاسة اللي أنا هقلي فيها، هتكون فيها زيت مش كتير وزبدة. ماما الناس كلها بتقلي الممبار بالزيت، دي وجبة رئيسية صح؟ لو جيتي حمرتيها بالزيت بس هتشد وتبقى ناشفة مش حلوة. حتى في المطاعم بتبص تلاقيها برضو تقدد كده معاكي، وانا ما احبش كده. احب الممبار يكون الصح. فاول حاجة هعملها ان انا احط شوية من الزيت ومش كتير، والاهم من الزيت هي الزبدة. كده الهواء كله طلع، وهنبتدي نحمر وناكل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحة خيال 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 لحد ما الزبدة والزيت يخلصهم. هنيجي اطلع الممبار بتاعي، ولازم لما تيجي تحمري الممبار بالذات بتاعك لازم تكون معاكي غطا، لازم اوكي، لانه بيطرطش احيانا. وناخد الممبار ونقفل الثانية. وخلاص نيجي ناكل بقى الممبار اللي يجنن بتاع ماما، اللي محشي كل حاجة، اللي فيه كل حاجة. ما تطلعيهوش على كلينكس بقى لان ده كله زبدة، حتة الزبدة كبيرة. اصبري. بجد 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 تاكلوا معايا.